الظهور الجديد الذي أصدرته الحكومة المصرية يلقى صدى كبيرا بين المجتمع المصري وبعض البلدان الغربية منها أمريكا، والتي أعربت عن قلقها المتزايد من هذا القانون. وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ الأخير بقلق الولايات المتحدة من هذا القانون، فضلا عن التباحث حول وضع الدستور المصري وإجراء الاستفتاء عليه، وقضايا الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وقضايا إقليمية مثل سوريا وإيران. من جانبه أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن قانون التظاهر الجديد يجب أن يحترم وقد تم إصداره لتطبيقه، وقد جرت دراسة القانون دراسة مستفيضة قبل إصداره وبعد إجراء أكثر من دراسة على قوانين دول أوروبية، مشيرا إلى أنه قام بمقارنة بينه وبين القانون الفرنسي والسويسري، ووجد أن قانون التظاهر المصري يقترب من هذين القانونين. وتضمن مسودة الدستور المصري الجديد حرية الرأي والتعبير وتراعي حقوق العمال والفلاحين، كما إن الصحة والتعليم من الحقوق الأساسية فيه، ويبدو أن الاستفتاء عليه قادم بعد التوافق على الصيغة النهائية، وهي خطوة أساسية في خطة الانتقال السياسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي. للمزيد من التفصيلات ينضم إلينا بالصوت والصورة الكاتب والمحلل السياسي أيمن سمير. أهلا بك سيدي الفاضل. بداية، كيف ستتعامل الحكومة مع اعتراضات بعض القوى على بعض بنود الدستور، وهل تتوقعون تمريره بصيغته الحالية؟ أولا هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير التي وضعتها مصر خلال السنوات الأخيرة. هو يتميز كثيرا عن دستور 1971 أو ما أطلق عليه بالدستور الدائم، وتميز في مواد كثيرة عن دستور العام 2012 ما الذي تميز به يا سيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. هذا الدستور بالفعل يؤسس لدولة تقوم على الحرية وتقوم على المساواة، هو يجرم التمييز بين كافة المواطنين سواء على الجنس أو اللون أو الدين أو ما إلى ذلك. أيضا ينحاز هذا الدستور الجديد إلى الفقراء، بأنه فرض ضرائب تصعيدية على الأغنياء والذين لديهم دخول عالية، كما أنه حدد الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى للأجور. وبالتالي هذا الدستور يحاول أن يؤسس لدولة تقوم على العدالة الاجتماعية، يؤسس على دولة تقوم على الحرية، يؤسس لدولة تعطي الفرص متساوية لكل المواطنون. لكن ربما كان هناك بعض الخلافات التي حدثت أثناء النقاش والتفاوض حول هذا الدستور، منها ما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين، منها ما يتعلق بما كان يسمى بالمادة 219 التي تم إلغائها. لكن تم تجاوز كل هذه المشكلات بأنه أعطى ولكن هناك تظاهرات حاشدة تحدث اليوم يا سيدي الفاضل، نسبة ملائمة للعمال وللفلاحين وللمرأة وللأقباط. سيد أيمن، اليوم تحدث مظاهرات كثيرة وعديدة في مدن متعددة. ما مدى خطورة التظاهرات التي ينظمها أنصار جماعة الإخوان احتجاجا على قانون التظاهر، وهل هناك إمكانية لإلغاء القانون؟ بالفعل استغلت جماعة الإخوان المسلمين حالة الرفض لدى بعض القوى الشبابية وخاصة 6 أبريل وبعض القوى الثورية لقانون التظاهر، ودخلت هي على الخط حتى تستفيد سياسيا من هذا الرفض الشعبي.